يوم صد رد في اسكندرية كنا هنفطر عند عم زغلول، بس رحنا ولقيناه قافل. طلعنا على محمد أحمد وفطرنا. الفطار ما كانش حلو قوي، يا دوب الطعمية هي اللي كانت حلوة. بس الأحلى والأحلى إن احنا نروح نشرب كوباية خروب ساقعة متلجة عند خروب أمال. بصوا أجواء المحل ازاي قديمة وخطيرة، والخروب بجد خطير. رجعكوا 20 سنة لورا. فين خروب أمال؟ جنب سينما مترو في محطة الرمل. جري بقى نطلع نشرب قهوة عند بن البرازيلي، أحلى كوباية كابتشينو في العالم، أحلى شوكولاته ساقعه في الدنيا. جري برضو واسرع واسرع على المنتزه، كانت وحشاني قوي. الناس بقى بتشوي هناك، بيكنيك في كل حته، البحر خطير والجو تحفه والممشى فظيع، كل حاجه بجد حلوه قوي قوي قوي. الجناين كمان كانت كتيره جدا، والناس كانت قاعده كده كلها بتشوي، وكان شكلهم حلو قوي. البحر بقى في قعدات كده، وفي ممشى لذيذ قوي. قعدت سمعت اغاني من 30 سنه ما سمعتهاش. بعد كده بقى نزلنا على بحري واتغدينا عند ابو نوره. السمك خطير يا جماعه، وده الفيو لكم ان تتخيلوا. بقى الشباك اللي قدامي كان منظر الغروب كده. رحت كنت عايزه اجيب كسكسي من ياسمين برضو في بحري، وبعدين ديليس علشان اكيد كنت محتاجه اشرب قهوه واشتري شويه حلويات من اليوناني كده الخطيره بتاعته دي. بسكوت اليانسون فظيع، ده ينسون ومكسرات، كل حاجته كانت تحفه. كان لازم اروح بقى